بقى لنا الجزء الثالث اللي هو War for the Planet of the Apes، حرب من أجل كوكب القردة، اللي من إخراج نفس المخرج مات ريفز في 2017. الأحداث ديالو واقعين عامين من مورا معركة سان فرانسيسكو اللي سبب فيها كوبا عدو الإنسانية. ديار أوميغا ميليشيا عسكرية خطيرة كتقلب على سيزر وقبيلته في الغابة، مخدمين معاهم شي قرودة خونة كانوا تابعين للكوبا. القبيلة سيزر اللي مستقرين في الغابة غادي يشدوا شي جنود ويطلقوهم باش يبينوا للآخرين بلا راه ما باغيين مشاكل. ساعة الكولونيل اللي تيلعب الدور ديالو وودي هارسون غادي يتسلل بالليل لمقر القردة باش يقتل سيزر، وغادي يصدق قتل كورنيليا مرات سيزر وبلو ايز ولدو اللي تيتصحاب ليه بلا راه هو سيزر. سيزر غادي يسعر وغادي يولي همو الوحيد هو الانتقام من الكولونيل، لاباس ولدو الصغير كورنيليوس زاق. ساعة سيزر اللي جال غادي يخلي ولدو وقبيلته ويمشي في رحلة الانتقام ديالو، وغادي يمشي معاه موريس الليوتنون ديالو اللي مثبتو مرزم، وصاحبو روكيت وواحد الغوريل واحد اخر سميتو لوكا. وفي طريقهم غادي يلقاو واحد البنت مريضه وما كتهضرش، وغادي يديوها معاهم حيت موريس اللي حنين بزاف ومازال تيتعاطف مع الانسان ما قدرش يخليها بوحدها باش ما تموتش. وموريس غادي يسميها نوفا، وسيزر كان يقدر يسمح فيها لحقاش قلبو تحجر من مورا ما مات ليه عائلته ولا تيشوف فيه الظلام. واثناء الرحله ديالهم غادي يلقاو الجثث ديال شي عسكر مقتولين في واحد البلاصه طايح فيها الثلج، واحد فيهم باقي حي غير هو ما تيهضرش ولا ما قادرش يهضر بحال نوفا البنيته اللي معاهم. وشيزر غادي يحس بلا كاينه شي حاجه ماشي حتى ليه، غادي يكملوا طريقهم في وسط واحد العالم مدمر وبائس. غادي يتلاقاو باد ايب واحد القرد شارف ذكي وبارانو، سرق لهم واحد العودان ومن بعد تصاحب معاهم وداهم للمركز اللي فيه الكولونيل. ساعة سيزر اللي ما ردش البال حيت معمي بالانتقام غادي يتشد ويكتشف بلا قبيلته كامله مشدوده، لاباس روكيت وموريس وباد ايب زاقو. والعسكر غادي يقدموا سيزر للكولونيل اللي ما غادي يفهم والو، حتى هو ملي غادي يهضر مع سيزر بلونجلي مفرجه. والكولونيل غادي يشرح لسيزر بلا السيميين فلو الفيروس تطور وتحول ولا تيعادي حتى النوجات اللي بقاو ما تيقتلهمش ولكن تيوليو زيازن، تيبداو يتخلفوا في دماغهم تدريجيا حتى تيوليو بدائيين. هو يعطي الاوامر ديالو للعسكر باش يقتلوا لي سكونطاميناو باش ما يعاديوهمش. ودخل في المشاكل مع شي عسكر اخرين ما كانوش باغيين يقتلوا اللي تعاداو، حيت كانوا تيقلبوا على حل الوباء ويقدروا يهجموا عليه في اي لحظه. الكولونيل اللي ما تيرحمش مخدم القروده في الاعمال الشاقه، وبدا تيتكرفس على سيزر اللي تيطالب بالماكله والماء لقبيلته. نوفا غادي تسلت لعند سيزر وتعطيه يشرب وياكل وتخلي ليه المونيكا ديالها، وسيزر خايف لا يعيقوا بها ويقتلوها حيت تقدر تعاديهم. ساعة روكيت غادي يخلي راسو يتشد باش ما يعيقوش العسكر بنوفا اللي سلسات. الكولونيل غادي يلقى المونيكا ديال نوفا ويديها معاه وما فاهمش منين جات. روكيت غادي يبلاني مع سيزر كيفاش يعلقوا ويهربوا القرود الاخرين عبر واحد الحفره تدير واحد النفق اللي لقى موريس وباد ايب تحت القشله. غادي يتمكنوا من الفرار هما والقروده اللي كانوا مشدودين في الوقيته اللي بدا فيها الهجوم ديال العسكر اللي ما متفقينش مع الكولونيل والفكر ديالو على القشله. وسيزر اللي مازال باغي ينتقم ولا داير بحال كوبا في الفكر ما مزاقش، غادي يسلت الغرفه للكولونيل باش يقتلو، ولكن غادي يلقاه حتى هو ولا زيزون وعنده الدم في نيفو حيت تعادى من اللي كان هز المونيكا ديال نوفا اللي فيها دي تراس ديال الدم ديالها. وسيزر اللي ضربات الطريق كامله وعنده الفردي في يديه ما غادي يدير والو، واخا الكولونيل اللي ما حملش راسو يوصل لهاد ليطا تيرغبو باش يقتلوه. سيزر غادي يخليه يقتل راسو بيديه. في نفس الوقت القروده اللي هربوا عاقوا بهم العسكر وبداو تيتيريو فيهم، وسيزر باش يعتقهم غادي يفرقع واحد السيسيرنا وغادي ياكلها في جنبو اثناء العمليه، والقشله كامله غادي تفرقع. من مورا هادشي العسكر اللي هجموا على الكولونيل غادي يقتحموا القشله وفرحانين بالانتصار ديالهم وتيحتفلوا. ساعه الانفجار اللي وقع غادي يسبب في واحد انهيار ثلجي رهيب. سيزر وقبيلته غادي يتسلقوا الاشجار في الوقيته اللي بداو تينزلوا فيها كميات هائله ديال الثلج من راس الجبل اللي غبرات القشله باللي فيها، والقروده اللي تسلقوا الاشجار هما اللي زاقوا معاهم نوفا. من مورا هادشي سيزر وقبيلته غادي يكملوا طريقهم للموطن ديالهم الجديد وغادي يوصلوا على خير وبخير. ساعه سيزر اللي واكلها مقصح بزاف وسال ليه الدم، وموريس غادي يفهم وغادي يواعدو بلا ولدو كورنيليوس اللي باقي صغير غادي يعرف شكون كان بواه وشنو دار على ودهم. وسيزر غادي يموت في اطمئنان من مورا ما قبيلته وصلت واستقرت في الموطن ديالهم الجديد وما بقى حتى شي حد غادي يصدعهم. لحقاش المعركه اللي وقعت ما بين الجيش الكولونيل والعسكر الاخرين كانوا فيها كاع الجنود اللي بقاو من الجيش الامريكي اللي دابا كاملين مدفونين تحت الثلج من مورا لافالونش انهيار الثلجي اللي وقع. وهذه هي النهايه ديال الجزء الثالث من الثلاثيه. والقروده اللي تناو من بنادم وصداعوا سيغمون غادي يبداو يبنيو الحضاره ديالهم على حساب مخلفات الحضاره البشريه. وهادشي غادي نقدروا نكتشفوه في الجزء الرابع اللي غادي يخرج في 2024 تحت عنوان Kingdom of the Planet of the Apes.
مملكة كوكب القردة. يعني القضية ما بقاتش ثلاثية، غادي تولي رباعية ومن بعد واقيلا خماسية وسداسية، يعني مازالين مكملين في هذا العالم المقرب. وفيلم وار فور ذا بلانيت اوف ذا ايبس، حرب من اجل كوكب القردة، صدق وحقق نجاح وحاز على عدة جوائز بحال جائزة افضل مؤثرات بصرية في كريتيكس تشويس موفي اووردز ديال 2018.